طارق الساحي وأيضا عمر مالك في هذا التقرير تاريخ المشاركة التونسية في الأولمبياد بالنسبة للجمباز. بعد غياب دام 12 سنة للجمباز التونسي عن الألعاب الأولمبية، تتوجه الأنظار في الأيام القادمة للمسارات الترشيحية القارية في مختلف الاختصاصات على درب موعد باريس 2024. حضور الجمناستيك التونسي في الأولمبياد ما كانش حضور مكثف، ويتلخص في مشاركة وجدي بوعلاق في مناسبتين في دورة أثينا 2004 ونسخة لندن 2012. بالإضافة لوجدي بوعلاق اللي كان رائد على المستوى العربي والقاري من خلال بالماريس حافل بالتتويجات، وتبقى أبرزها ذهبية كأس العالم للجمباز الفني في اختصاصه المفضل الحركات الأرضية بمدينة غانت البلجيكية سنة 2007. فإنه الذاكرة الرياضية التونسية تحتفظ كذلك باسم البطلة الشابة ليوني مرزوق، اللي كانت واحدة من مفاجآت واكتشافات دورة الألعاب المتوسطية تونس 2001 بإحرازها ذهبية تاريخية للجمباز النسائي التونسي. الجمناستيك التونسي باش يبحث عن مشاركة في أولمبياد باريس من خلال 3 بطولات أفريقية في 3 اختصاصات مختلفة: الفني والإيقاعي والترامبولين. المرحلة الأولى باش تكون عبر نافذة بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي اللي باش تحتضنها كيغالي الرواندية من 25 ل 26 أفريل. تونس باش تشارك في بطولة أفريقيا للاختصاص الأولمبي النسائي ب4 لاعبات في الكبريات، وهما ملاك السلامي وملكة لطيفي وآية بصحيح وشهد الوشتاتي. المرور للأولمبياد يمر عبر إحراز ذهبية المسابقة، وفتياتنا باش يكونوا في سباق نحو تحقيق أول ظهور للاختصاص النسائي اللي تم إدراجه لأول مرة في مسابقات الجمباز الأولمبي في دورة لوس أنجلوس 84. مدينة مراكش المغربية باش تكون من 3 ل 5 ماي بوابة الترشح للأولمبياد في الجمباز الفني من خلال بطولة أفريقيا للاختصاص. أحمد العبيدي باش يكون حامل آمال لاختصاص الجمباز الفني التونسي رغم صعوبة المهمة، بحكم أنه قانون الترشح للأولمبياد يفرض ذهبية الفرد العام بعد المرور بكل الأجازة وعددها 6. آخر مرحلة تأهيلية باش تكون في بطولة أفريقيا لاختصاص الترامبولين اللي باش تحتضنها بلادنا وبالتحديد مدينة بنزرت يومي 10 و 11 ماي 2024. رباعي تونسي متكون من لؤي العياري وأيوب بن يخلف وفادي أحمد وإسلام السوسي باش يكونوا على موعد مع محاولة حصد ذهبية البطولة لضمان الترشح للأولمبياد الباريزي لأول مرة في اختصاص الترامبولين اللي تم إدراجه في جدول منافسات الجمباز الأولمبي انطلاقا من دورة سيدني 2000.